السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض أسئلة التقييم الأسبوعي الأول، وإن شاء الله بأمر الرحمن هننزل أسئلة التقييمات كلها بلا استثناء أسبوع بأسبوع. وكمان ما تنساش يا بطل اللي أنا قلت هحل معاك أسئلة كتاب الامتحان. بسم الله الرحمن الرحيم كده، يلا بينا. أول سؤال، اختر الإجابة الصحيحة بين الإجابات المعطاة. التعريف الصحيح لعملية الذوبان الماس للحرارة هو عملية إيه؟ مستر بيقول لي ذوبان ماس للحرارة، يبقى أكيد يا مستر الذوبان ده لما بيحصل النظام ذات نفسه بياخد حرارة، يبقى امتصاص الطاقة الحرارية من الوسط المحيط حصل. اتنين، مثال شائع للذوبان الماس للحرارة. عايز حاجة لما بتدوب، ملح لما يدوب يقول لي اللي هو ماس للحرارة. كربونات الصوديوم أنت كذاب، هيدروكسيد الصوديوم برضو كذاب. نترات امونيوم يا مستر موجوده بالنص في الكتاب اهي، اذابه نترات الامونيوم في الماء لتشغيل اهو كيس ثلج فوري. طبعا كلوريد الكالسيوم برضو نفس الكلام غلط، طارد. مثال شائع للذوبان اهو، الطارد للحراره. مستر ده طارد للحراره من غير ما افكر يا حبيب قلبي، اشهر حاجه عندك طارده للحراره هي هيدروكسيد مين؟ الصوديوم. تمام. عندما تستخدم الكماده البارده فانها تعمل على أو عن طريق نقط الأوعية الدموية في المنطقة المصابة، مما يؤدي لتقليل تدفق الدم وتخفيف الورم. واحد مثلا إيديه ورمة، المفروض يحط حاجة سخنة يورمها أكتر عشان الدم يروح أكتر، ولا يحط يا بابا كمادات باردة؟ لا يا مستر، كمادات باردة يضيق الأوعية الدموية عشان الدم ما يوصلش. يبقى حبيب قلبي الجميل هيقول لي تضييق الأوعية الدموية. ترتفع درجة حرارة الماء عند ذوبانها في يا مستر عايز حاجة بترفع درجة حرارة الماء، يبقى يا مستر أنا أول ما أشوف كلمة ترفع درجة حرارة دي وش كده يبقى ده تفاعل طارد للحرارة. اوعى بالله عليك تنسى، أنا قلت أهو، ركز معايا يا حبيب قلبي. ترفع أهو نقط، ترفع درجة حرارة الماء، يبقى أنا والله العظيم ترفع درجة الحرارة دي يبقى هقول ذوبان طارد للحرارة. أول ما بشوف كلمة خفض درجة الحرارة يعني هقول يا مستر ذوبان ماس للحرارة. طب هو هنا بيقول لك ترفع درجة الحرارة يبقى هيدروكسيد الصوديوم عشان ده الوحيد اللي طارد، ما تفكرش كتير. علم. نشعر ببرودة أو نشعر ببرودة ماشي عند غسل اليدين بغسول ومطهر. يا مستر ده غسول مطهر. يا مستر ده الغسول يا مستر المطهر كنت يا مستر بتحس فيه ببروده. ليه يا حبيب قلبي الجميل؟ هتقول لي لتبخر الكحول نتيجه امتصاص حراره من اليدين. الكحول بالبلدي كده خد الحراره اللي في ايدك فعشان كده ايدك بردت، يبقى هتقول لي هنا حبيب قلبي الجميل لتبخر الكحول نتيجه امتصاص الحرارة من اليدين. السؤال الثاني، نشعر بدفء اليدين عند ذوبان مسحوق الغسيل في الماء. هتقول لي لأن ذوبان مسحوق الغسيل في الماء ده يا مستر طارد للحرارة، فهو يا مستر هتكمل بقى أنت طارد للحرارة، فيا مستر الحرارة لما تطرد هتيجي في إيد سيادتك، فعشان كده يا مستر هتشعر بالحرارة. يجب اتخاذ احتياطات خاصة عند تخفيف الأحماض المركزة بإضافة الحمض إلى الماء وليس العكس. قال لك لو أنت عايز تخفف حمض لازم تحط الحمض، تنقط الحمض على المية مش العكس. ليه يا مستر؟ هتقول لي لأن عند إضافة الماء إلى الحمض يحدث غليان وفوران فوري عنيف مما يؤدي إلى تناثر الجزيئات بتاعة الحمض مما يسبب أضرار بالغة. يبقى هتقول لي لأنه أهو عند وضع الماء يحدث غليان فوري عنيف. طبعا سيادتك عارف ان هيبقى تفاعل طارد للحرارة اهو مما يؤدي لتناثر الحمض ويسبب أضرار بالغة. عشان كده يا حبايب قلبي لازم أعمل العكس عشان يبقى تفاعل ماس، أنا مش عايز تفاعل طارد يعمينا. يلا. الكمادات الساخنة باستخدام كبريتات المغنيسيوم تستخدم لتخفيف الآلام المرتبطة بإجهاد العضلات. حصل، ما بيقول لك كمادات سخنة يبقى لأنها تعمل على توسيع سمع الجدع الأوعية الدموية، يبقى لأنها تعمل على توسيع الأوعية
الدمويه مما يزيد من تدفق الدم. عشان كده يا مستر مش هنحس باجهاد العضلات. كتله الماده المذابه تتناسب طرديا مع التغير في درجه الحراره او في التغير في درجه الحراره الناتجه عن عمليه الذوبان. هتقولي لانه كلما زادت الكتله زاد مقدار التغير في درجه الحراره. يبقى الصراحه سؤال ملوش اي 30 لازمه يعني. الكتله يا بابا لما بتزيد بيقول لك بتتناسب طرديا. بتتناسب طرديا يعني ايه اللي يحصل؟ لو دي زادت الكتله تزيد، التغير في درجه الحراره يزيد. دي قلت دي قلت. يبقى هتقول لي لان زياده الكتله لأن زيادة الكتلة تؤثر على التغير في درجة الحرارة. بدل ما نكتبها تاني يا حبيب قلبي وأضيع وقتك، فيزداد معدل التغير. ماذا يحدث عنده؟ يلا حبيب قلبي الجميل. إضافة الماء إلى حمض كبريتيك مركز. مستر إيه اللي يحصل لما بتضيف مية على حمض كبريتيك مركز؟ أهو يحدث تفاعل طارد للحرارة مما يؤدي لأضرار بالغة. تنقيط حمض الكبريتيك المركز على جدران. ده بقى حلو جميل. ده الصح بقى، انقط الحمض على المية مش العكس. اهو يحدث تفاعل ماس للحرارة. نخش على السؤال اللي بعده. قارن بين الكمادات الباردة والكمادات السخنة من حيث المادة المذابة. يا مستر الكمادات الباردة دي والسخنة دي ايه الظروف؟ ماشي يا عم. أول حاجة يا ولاد هقول لك الكمادات بس بعد إذنك كده الباردة. مستر الكمادات الباردة دي مدوب فيها مادة اسمها ايه؟ والسخنه مدوب فيها ماده اسمها ايه؟ وبعد ما هنقولهم هنقول الفايده بتاعت دي والفايده بتاعت دي. طب اهو الماده المذابه في البارده نترات امونيوم. الماده المذابه في السخنه كبريتات مغنيسيوم. اهميه حبيب قلبي الجميل الفايده بتاعت البارده اهو. او نقولها بقى عشان بس حبيب قلبي مفيش مكان بالراحه، احنا لسه اصلا شارحينها يعني مع بعض. البارده تعمل على تضييق الاوعيه الدمويه وتقليل حده التورم. لو قلت لي تقليل حده التورم زي العسل. كمادات السخنه يا مستر فايدتها ايه؟ تعمل على تخفيف الام واجهاد العضلات زي العسل. اكمل ما ياتي. لون كلوريد الكوبالت المتهدرج. قلت لك كلوريد الكوبالت لما نحط عليه ميه لونه وردي، لكن كلوريد الكوبالت من غير ميه لونه ازرق. عندما تكون الطاقة المنطلقة، الطاقة يا ولاد اللي بتطلع عند تفاعل المذاب مع المذيب أكبر من الطاقة الممتصة، يكون الذوبان يا حبيب قلبي سامعك ذوبان طارد. حبيب قلبي كمية الطاقة اللي طلعت مني أكتر من اللي أنا امتصيتها يبقى طارد. طب يلا نعكس. كمية الطاقة اللي أنا خدتها أكتر من اللي طلعتها يبقى ماس. ركز معايا. تستخدم نترات الأمونيوم في كمادات الضغط الفورية. لسه كاتبها أقسم بالله أهي. نترات أمونيوم في كمادات الضغط الفورية يا بابا البرد. يلا إيه الباردة؟ لأن ذوبانها في الماء يكون عملية. يا مستر بيكون يا مستر عملية ايه؟ الباردة يا بابا بيكون تفاعل ماس للحرارة. مضاعفة كتلة المادة المذابة تؤدي إلى نقط في مقدار التغير في درجة الحرارة، تؤدي إلى ثبات في مقدار التغير في درجة الحرارة. اللي أنت هتضاعفه هيبقى بالظبط قده في التغير، ماشي؟ المواد التي يؤدي ذوبانها في الماء لخفض درجة الحرارة، كتبها يا حبيب قلبي معاك في أول الحصة. خفض درجة الحرارة يبقى تفاعل ماس. أهو حتى بيقول لك مثل نترات الأمونيوم توصف بأنها تفاعل ماس للحرارة. وبكده حبايب قلب الشاطرين نكون خلصنا التقييم الاسبوعي الاول. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى اكون ضيف خفيف على قلبك. ان شاء الله نتقابل الاسبوع الجاي مع حل اسئله الدرس الثاني في كتاب الامتحان والتقييم الثاني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.